اللعابه صافي صرا نهاجمك نبداو زيرو، ما تبقاش تجري في الملعب، ما تبقاش تجي عند الحكم تسبوا راكب الغالي وهذاك الاخر مسبوا الحكم، قال لك سبوا الحكم في التقرير اللي داروا محافظ المقابله، قال لك سبوا الحكم. راه هذا الشيء كامل في ماتش. تخيل لو كان مشاو لعبوا مع المغرب، لا قدر الله لو كان لعبوا مع المغرب تكون كارثه، لانهم ما عارفين راسهم غادي يخسروا. ولكن كيفاش غادي يخسر؟ خاصو يدير شي حاجه باش فهمتني، خاصو يدير اي حاجه بحال هاد الطريقه. راه نهار انا قلت خاصنا نخرجوا، ماشي خاصو غادي يخرجوا لانه وقت عارف ما غاديش يواجهوا المغرب، ما غاديش يواجهوا المغرب. وراه اكدوها بنفسهم، ها المشاكل، ها الفوضى، الجمهور راه مشدود، لانه الجمهور هذاك مسكين مشى ضحيه. واحد اليوتيوبر حتى هو يجبد لك دار لهم هذاك اليوتيوبر راه معروف، مشاو كلشي ضحيه، والله العظيم الا مشاو ضحيه. انا عارف مشاو ضحيه لانه ضحيه الاعلام الفاسد، اعلام الزيكويات، اعلام الروغارات. واش انت كاعلامي رياضي، واش داك العلاقات ما بين المغرب والجزائر مقطوعه؟ واش انت كاعلامي رياضي تقول لهم عيسى حياته ما خاصوش يدخل الجزائر وعيسى حياته مات الله يرحمه؟ واش انت كاعلامي رياضي؟ راه كاين بزاف الحوايج. حنا ان اعلامنا وماشي غير هذاك، واحد المهبول واحد جا خرج من السبيطار وواحد جبرو ونفس الحكايه تعاودت من الكاميرون كوتيفوار. اليوم كلشي عندنا مؤامره، غير هذوك ما شكون هما يخلطوا لنا مؤامره كتسمحها في السياسه، تسمحها في الرياضه، تسمحها في كاع المجالات. سبحان الله العظيم تسلطنا بواحد الاعلام راسك في واحد البلاصه سميتها مؤامره. يعني في الكاميرون تامروا علينا، الكاميرون مع الجزائر في كاس العالم الماتش يتعاود وتامروا علينا وداروا لنا وحقرونا مشينا لكوتيفوار مؤامره وكولات وقال لك الجزائر مجينيه كاع العالم. المهم هكا هذا هو الاستوار ديالو، ماشي يقعد مع راسو بحال هاد الخرجه اللي خرجنا من هاد لاكوب دافريك. فضيحه الفضايح. لاعيبه نيجيريا الظاهر يا صديقي العزيز مش جايه عندنا تلعب المباريات وتلعب البطولة وتمشي. لعيبة نيجيريا جاية تعمل مصيبة وكارثة وفضيحة بجلاجل. تفاصيل نارية حول القبض على نجم نيجيريا الوقح القذر السافل السفيه المعتوه الأهبل المنافق الغبي فيكتور أوسيمين، والقبض على أوسيمين واعتراض النيجيريين وتهديد بالانسحاب إن لم يتم الإفراج عنه غصب عن المغاربة. تفاصيل كتير، موضوع مثير خطير غريب عجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، موضوع جديد، وخبر جديد مهم جدا 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 يا صديقي العزيز. في البداية كما اعتدنا في كل بداية أن نصلي على الرسول. وخلي بالك لو عايز في حب تنول لازم تصلي على الرسول. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد وأعظم وأشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. صديقي العزيز بالله عليك اعمل لايك، اشترك معي في القناة بعد إذنك. الخبر ده كارثي، الخبر ده يودي في داهية، الخبر ده يساوي السوايل ويهوي الهوايل ويعمل عمايل. القبض على فيكتور أوسيمين بسبب ما يفعله فيكتور أوسيمين يا صديقي العزيز في المغرب. فيكتور أوسيمين شايف نفسه نجم نابولي الفارس المغوار. فيكتور أوسيمين فاكر نفسه النجم الإيطالي أو نابولي الفارس المغوار، ونجم النجوم اللي بيلعب دلوقتي في جالة السراي. أوسيمين شايف نفسه نجمة أو نجم نازل من السماء غير مسموح بانتقاده أو بمعاقبته أو باعتراضه. بس الكلام ده أوسيمين تروح تعمله هناك على شوية العيال اللي بيلعبوا في المنتخب النيجيري ده. مع المغرب خط أحمر يا بابا، مع المغرب خط أحمر يا روحي، مع المغرب خط أحمر يا حبيبي، مع المغرب تقف وتركع وتخرس. انت طالع بكل وقاحة أمام صورة ملك المغرب وتعمل فعل هو السبب في إلقاء القبض عليك. بالبداية أوسيمين يا باشا رايح في فندق الإقامة وأمام صورة ملك المغرب ويعمل فعل بصباعه
خارج وبيقول اللعنة على المغرب ستحل عليهم غدا. اللعنة على المغرب ستحل عليهم غدا يا أبو رشحة. انت يا قاضي اللي هتجيب اللعنة على المغرب غدا. انت يا معفن، انت والمنتخب بتاعك اللي اخره يكسب منتخب زي الجزائر صف ثالث راكن في الزبالة، اللي هتجيب اللعنة على المغرب غدا. لك نمبر 1 نيجيريا، اللعنة على المغرب غدا. لن يكون هناك ملك سوى أوسمن في المغرب. طب دي مش إهانة لشعب وعادات وتقاليد ودولة بالكامل؟ نطاق كرة القدم احنا خرجنا منه وبقينا بنحط مشاكل وأزمات وكوارث بلا أي سبب. انت رايح تلعب مع نيجيريا، مش رايح تتريق على المغرب وتستهزأ بيهم وتهين ملكهم يا أيها الأحمق. عفوا يا صديقي، انت حضرتك يا باشا رايح تلعب ماتش كرة قدم، مش رايح تتريق على الناس. انت رايح تلعب ماتش كرة قدم، مش رايح تشتم في الناس. انت رايح تلعب ماتش كرة قدم، مش رايح تهين الناس. لماذا قمت بتوجيه السباب يا أوسمن إلى المغرب وإلى الملك العظيم جلالة الملك محمد السادس؟ ليه؟ مغلول قوي منه للدرجة دي؟ ما هو السبب الواضح الذي جعلك تقوم باستفزاز المغاربة بهذا الشكل؟ والسؤال الأهم، هو أنت كنت فايق؟ أنت وقتها كنت فايق ولا لأ؟ حضرتك وقتها كنت في وعيك؟ كنت في وعيك؟ يعني أنا لو قلت اللعنة على نيجيريا ورئيسها مش هتزعل؟ بلدك مش هتزعل؟ مسؤولينها مش هيزعلوا؟ أوسمن ألقي القبض عليه بسبب إهانة واستفزاز وقذارة منه لدولة عظيمة، الأم الحاضنة للقارة بأكملها، المغرب العظيم العريق أبو الأفارقة ومحتضنها الأول والأخير، فتح بابه للكل. ما فتحش بابه للكل عشان يجوا يتريقوا عليه وهم أصلا مش عارفين يعملوا الربع اللي المغرب عمله. هي نيجيريا دي ينفع قارنها بالمغرب؟ معلش، أنا هبقى ظلمت نيجيريا لو قارنتها ببلد زي المغرب. في فرق آلاف السنين الضوئية. هبقى ظلمت نيجيريا مش ظلمت المغرب. ما ينفعش أقارن بلد عظيمة متطورة في قمة النجاح والتقدم زي بلد زي نيجيريا بتبيع الأطفال وحاجات أنا ما ينفعش أتكلم عنها. القناة تتقفل. دي كارثة. والزم حدودك عشان ما تضربش بالجزمة يا أوسمن. المغاربة جزمتهم برقبة أي حد لأنهم ما غلطوش في أي حد. المحترم يحترم، هذا شعار المغاربة، وسنرى رد منهم قوي على هؤلاء الكلاب. اللي يحترم نفسه المغاربة بيشيلوا فوق دماغهم، اللي ما بيحترمش نفسه يا ويله يا سود ليله. وانت فاهم كويس قوي. مش هطول عليك يا صديقي العزيز أكتر من كده. دي كل التفاصيل والأخبار اللي معانا. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك برأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.